العربيات الهايبريد من اهم العربيات اللي موجوده في السوق دلوقتي، وده علشان في حرب دايره بين العربيات البنزين والعربيات الكهرباء. بس في النص كده اختراع اسمه عربيات هايبريد، الناس لازم تفكر فيه ولازم تحطها في الحسبان لو انت بتقرر تشتري عربيه جديده، لانها بتجمع بين مزايا العربيات الكهرباء والهدوء بتاعها والاحساس بتاعها والتجربه بتاعتها، وفي نفس الوقت بتجمع بين البنزين اللي احنا متعودين عليه اللي ما نقدرش نستغنى عنه ومتعودين عليه من زمان، واللي بيطمنا واحنا سايقين عربيه لحد ما نتعود على موضوع العربيات الكهرباء. ففي الفيديو ده هقول لك تفاصيل العربيات الهايبريد كلها بانواعه وباللي انت محتاج تخلي بالك منه لو انت هتشتري عربيه هايبريد، وتخلي بالك من كل حاجه عشان الاختيار بتاعك يكون مظبوط وصح. Be strong. تعالى كده اول حاجه اكلمك عن الخرافات اللي بنسمعها عن موضوع العربيات الهايبريد، اللي انت ما ينفعش تشتري عربيه هايبريد لان العربيه الهايبريد مش هتعرف تتعامل معاها، ملهاش صيانه في مصر، ملهاش توكيلات في مصر، مش هتعرف تصلحها الكلام ده كله، وانها جامعه بين مشاكل العربيات البنزين وجامعه بين مشاكل العربيات الكهرباء. بالعكس، العربيه الهايبريد جامعه بين حلاوه العربيات الكهرباء ومزايا العربيات البنزين، هي جامعه بين مزايا مش بين عيوب. فهو ده اللي انت محتاج تركز فيه لو ناوي تجيب عربيه هايبريد، اللي انت تسمع الكلام الكويس مش الكلام الوحش. وبالعكس كمان العربيه دي او العربيات الهايبريد بتوفر بنزين او بتوفر كمان صيانه عن العربيات البنزين. تعال اقول لك ازاي واحده واحده ونحسبها بالعقل، ما تسمعش كلام اي حد. العربيه الهايبريد بتوفر صيانه او بتوفر في الصيانه بتاعتها علشان الموتور الكهرباء بيشتغل اقل من العربيه البنزين، مش دايما شغال، البطاريه او الموتور اللي بالكهرباء بياخد جزء من الشغل بتاع العربيه. فانت عندك الموتور البنزين ده بيشتغل اقل، فالصيانات اقل، فهتغير الزيت اقل. وكمان في الفرامل انت عندك الموتور الكهرباء هو اللي بيفرمل العربيه بحاجه اسمها ريجنريتيف بريكنج، هو اللي بيفرمل العربيه، فانت بتستهلكش فرامل كتير او بتغير تيل الفرامل مثلا بيعيش معاك 3 4 مرات زياده عن العربيه البنزين. فده بيبقى احسن بكتير، او العربيات الهايبريد بتبقى احسن بكتير في موضوع الصيانه في الحته دي. طب واحد هيجي يقول لي انا بخاف اصلا من البطاريات، والبطاريه لو باظت هتدفعني اكتر من نص ثمن العربيه. البطاريه اللي موجوده في العربيه الهايبريد ديت بيبقى حجمها اقل من نص او اقل كمان من ربع العربيه الكهرباء بالكامل. فانت عندك بطاريه كهرباء بتعمل لها صيانه كل مثلا 5 سنين، بتبص عليها بس تتشيك عليها كده، والعمر الافرادي بتاعها بيوصل ل 10 سنين، وبعدها بتبدا تقل، بيبدا يقل العمر الافرادي بتاعها بعد 10 سنين. فمين يعيش لحد ما نوصل ل 10 سنين؟ انت دلوقتي في العربيه الكهرباء او في العربيه الهايبريد اللي بتوفر معاك، وعلى ما توصل 10 سنين هتبقى اصلا غيرت العربيه كهرباء والتكنولوجيا عليت وحصل حوارات كبيره قوي. وبعدين معظم المراكز دلوقتي بقت تجيب مهندسين مخصصين للعربيات الهايبريد، فهتلاقي خدمه معاك وهتلاقي ناس فاهمه فيها وهتلاقي ناس بتصلح حاجه لو لا قدر الله حصل لها اي حاجه، مش هتقلق من موضوع انك تصلح العربيه او تلاقي حد يصلح لك العربيه. ما تقلقش من الموضوع ده، ما تسمعش لاي حد، مش اي حد يقول لك اي حاجه تسمع منه، جرب بنفسك الاول وبعد كده احكم على العربيه اللي معاك. تعالى بسرعه كده برضو اعرفك على انواع الهايبريد اللي موجوده في السوق عشان تعرف تختار اللي يناسبك صح، واقول لك على احسن نوع بالنسبه لي هو ايه. اول نوع معانا وهو المايلد هايبريد، ده عباره عن بطاريه صغيره جدا وموتور بنزين وموتور كهرباء برضو. فالموتور الكهرباء كل اللي بيعمله في النوع دوت هو اللي بيساعد الموتور البنزين او بيتدخل في عمليه كسبورت او اسيست للعربيه الموتور البنزين، هو ده كل اللي بيعمله. فالنوع ده انا ما بحبوش قوي، فمش هنتكلم عنه عشان ده يعني. النوع الثاني معانا وده اكتر نوع بفضله وهو الفول هايبريد، اللي هو معانا في الهافاري الاتش 6، ده من اكتر الانواع اللي بحبه. ده عباره عن موتور يعني بطاريه اكبر شويه من البطاريه بتاعه المايلد هايبريد، دي اكبر شويه، والموتور البنزين هو اللي بيشحن البطاريه دي، والموتور الكهرباء بيقدر يشتغل لوحده في العربيه لو انت ماشي على سرعات هاديه، ولو ماشي جوه المدينه او ماشي في زحمه كمان. الموتور البنزين او موتور الكهرباء هو اللي بيشتغل، الموتور البنزين بيخزن بس الطاقه في البطاريه، وساعات بيفصل خالص البطاريه بتبقى مشحونه والموتور الكهرباء هو اللي شغال. ده من احسن الانواع، بيبقى موفر اكتر للبنزين في الزحمه جوه المدينه الكلام ده كله، وما بتشغلش بالك بان انت تشحن البطاريه. في النوع اللي جاي انت بتضطر ان انت تشحن البطاريه يدوي، في النوع ده البطاريه اللي موجوده في العربيه بتتشحن من الموتور وبتتشحن كمان من الفرمله. الفرمله هنا بتتبع نظام الريجنريتيف بريكنج، الكهرباء هي الفرامل هي اللي بتفرمل العربيه، او الموتور الكهرباء هو اللي بيفرمل العربيه، فما بتستهلكش كمان فرامل بتاعه العربيه، وفي نفس الوقت بتتشحن وفي نفس الوقت العربيه ماشيه ما فيهاش اي مشكله. ده من احسن الانواع، نوع موفر جدا كويس جدا ما فيهوش مشاكل كتير، وما بتشغلش بالك بحاجه، بتروح تحط بنزين وبتمشي بالعربيه، بيديك مدى اعلى واستهلاك بنزين قليل. في العربيه دي استهلاك البنزين بتاعها 5 لتر، تخيل كل العربيه دي وصلت لطن،
الاستهلاك البنزين بتاعها 2 لتر بس، فدي حاجه كويسه جدا في العربيات الهايبريد. والنوع الاخير معانا هو البلاج-ان هايبريد. ده عباره عن نفس المنظومه اللي احنا اتكلمنا عليها، ولكن البطاريه بتبقى اكبر شويه من النوع اللي اتكلمنا عليه قبل كده، او من الفول هايبريد. بتبقى البطاريه اكبر شويه وبتضطر تشحنها، بيبقى فيها طبعا فتحه زي فتحه البنزين كده، بتحط فيها العربيه في الشاحن في البيت، في المحطه، في اي حته عشان تشحن البطاريه. وفي النوع ده انت بتقدر تشغل البطاريه لمدى اطول، تقدر مثلا تمشيك 60 70 80 كيلو. بينفع جوه المدينه، بتقدر تتحكم ان انت تفصل البنزين خالص وتشغل الكهرباء. في النوع ده مش مفضل بالنسبه لي الناس اللي لسه جديده في موضوع الكهرباء، عشان هو مش عايزين يدخلوا في الموضوع اكتر، عايزين يحط بنزين ويتكل على الله، ما عندوش اي مشكله في حاجه. ولكن في النوع ده انت بتشغل بالك بموضوع ان انت تشحن البطاريه. النوع ده حلو جدا للناس اللي عايزه تاخد على موضوع العربيات الكهرباء، وانه يعيش التجربه الكامله بتاعه العربيات الكهرباء، انه يروح يشحن العربيه او ياسس محطه عنده في البيت عشان تشحن له البطاريه او الكلام ده كله، وفي نفس الوقت يبقى فيه موتور بنزين يقدر يحرك العربيه لو البطاريه دي مش مشحونه. وتعالى اقول لك بقى عموما 5 حاجات تخلي بالك منهم كويس جدا لو هتشتري عربيه هايبريد جديده. اول حاجه هتاخد بالك منها وهي صيانه العربيه. صيانه العربيه الهايبريد مختلفه تماما عن صيانه العربيه الكهرباء والبنزين. هنا في استهلاك العربيه الكهرباء او في استهلاك العربيه البنزين، في فكره الموتور وفكره الزيت وتغير الزيت والكلام ده كله، في العربيات الهايبريد بيبقى اقل بكتير. فالناس اللي بتقول لك ان الصيانه بتاعت العربيات الهايبريد اغلى من العربيات البنزين، الكلام ده مش صح. الصيانات العربيات الهايبريد اقل بكتير من العربيات البنزين، عشان بيستهلك اقل من الموتور، والموتور بيشتغل اقل بكتير من العربيه البنزين، وبقى في بالانس بين العربيه البنزين والعربيه الكهرباء، فبيتحطوا مع بعض بيشتغلوا مع بعض، بيبقى احسن بكتير من العربيه البنزين لوحدها. وكمان الموضوع ده يظهر في الفرامل. دي تاني حاجه تاخد بالك منها لما تجيب عربيه هايبريد. الفرامل بتاعتها، فرامل العربيه الهايبريد بيكون مختلف تماما عن فرامل العربيه البنزين، لان بيبقى في حاجه اسمها ريجنريتيف بريكنج، بيبقى زيها زي العربيات الكهرباء، بتفرمل الكاوتش او الموتور بيفرمل الكاوتشات علشان يشحن تاني البطاريه. وتالت حاجه تخلي بالك منها وهي التبريد بتاع البطاريه. تبريد البطاريه بيبقى موجود، او البطاريه نفسها بتبقى موجوده ورا، والتبريد بتاعها بيبقى موجود جوه من هنا، بيبقى موجود في الجزئيه دي او في الكرسي نفسه. التبريد ده حاجه مهمه جدا لازم تخلي بالك منها، وتعرف مكان التبريد فين. في العربيه اللي معانا دي التبريد مثلا في نص القعده، اللي في نص الكرسي اللي في النص، فلازم تخلي بالك ما تسدش الفتحه دي علشان يفضل التهويه مستمره في البطاريه. ولو عملت كده او سدتها انت كده بتبوظ البطاريه حرفيا. ورابع حاجه، ما تحاولش تتحكم في انك تشغل الموتور البنزين ولا الموتور الكهرباء. العربيه الهايبريد هي اللي بتتحكم في حاجه زي دي تلقائي من نفسها، بمساعده الفتيس ومساعده التكنولوجيا اللي موجوده فيها. بيعرف امتى يشغل الموتور البنزين لوحده، وامتى يشغل موتور الكهرباء لوحده، وامتى يشغل الاثنين مع بعض. فما تحاولش تتحكم في حاجه زي دي عشان مش هتعرف اصلا تتحكم فيها. واخر حاجه طبعا هتلاحظها في العربيه هنا وهي الصوت بتاعها. صوت العربيه الهايبريد مفيش صوت نهائي زي العربيه الكهرباء كده، اول ما بتشغلها او انت ماشي بالراحه او مطبات او زحمه والكلام ده كله، فبيوصل لك الاحساس بتاع العربيه الكهرباء بالظبط. بيبقى احساسها ممتع جدا وتجربتها لذيذه جدا. وفي اخر الفيديو احب اعرفك ان العربيات الهايبريد مش صعبه ان انت تفهمها، ولا صعب انك تشتريها، ولا دي حاجه مش احسن حاجه انك تعملها. العربيات الهايبريد كويسه جدا لو هتشتريها قبل ما تشتري كمان عربيه كهرباء، تتعود على موضوع الكهرباء ده. او لو انت مش هتعرف تشتري كهرباء، اختيار العربيه الهايبريد مثالي جدا ليك، ومش صعبه ولا في صيانتها ولا في سواقتها ولا في فهمها. العربيات الهايبريد سهله جدا، المهم بس انك تفهمها وتعرف تتعامل معاها، وهتستمتع بيها جدا.